بص جماله. حلوة دي، حلوة دي، حلوة دي. وده بقى كان رأي حنين بنتي لما شافت صينية الفراخ القمر دي وهي طالعة من الفرن. لو عايزين تشوفوا الحلاوة والشياكة زي ما حنين قالت، تابعوا معايا الفيديو علشان تعرفوا الطريقة. انا اسمي حنان والرهان معايا دايما كسبان. معايا هنا 3 بصلات متوسطة الحجم، ومعايا فلفل اخضر بارد، اي نوع من الفلفل الاخضر البارد، كوبي او فلفل عادي اللي يريحك. البهارات بتاعتي هننزل عليهم بهارات، معايا ملح، مرقة، فلفل اسود، ومعايا شوية شطة صغيرة وورق لوري، ومعايا معلقة صغيرة من الثوم المفروم، ومعايا فلفل احمر حار، بس انا سايباه على بعضه علشان مش عايزاها تكون سبايسي قوي، فما رضيتش ان انا افرمه. وطبعا زي ما شفتوا تقطيعة البصل والفلفل انا قطعتها حلقات، انتوا ممكن تقطعوها اي تقطيعة انتوا عايزينها، بس التقطيعة دي بتكون كويسة جدا ما بتتهريش. نزلت عليهم تقريبا نص لتر من عصير الطماطم دي اللي انا كنت مسبكاها مفرزاها معاكم قبل كده. والسر بقى اللي هيطلعها اكنها زي الفراخ المشوية بالظبط وبيدي طعم ونكهة كده حلوة قوي، معلقة عسل نحل. معلقة عسل النحل دي بتعلي معانا التيست قوي وبتخلي الوش زي ما انتي شفتي كده في البداية. هننزل بالفراخ بتاعتنا. انا كنت مشرطة الفراخ كده بالسكينة وقلبتها في الخليط اللي معانا ده، وهحطها على النار تغلي بس يعني 5 دقايق كده او 10 دقايق. بعد كده هدخلها الفرن لمدة 1.5 ساعة. عبال بقى ما الفراخ تستوي شوية او تاخد وقت شوية في الفرن، اكون انا حضرت بقى معاكم شوية رز معمر او رز مدسوس زي ما بنسميه. هنعمله بطريقة سهلة وسريعة جدا. معايا هنا حوالي 3 كوبايات كبار او 3 مجات من الرز، نزلت عليهم بشوية زيت كده وقلبتهم كلهم مع بعض. بعدين نزلت عليهم بمعلقتين كبار او معلقة كبيرة من قشطة بتاعت وش اللبن. ومعايا هنا ده التشريبة او اللبن اللي هشربه للرز. معايا هنا مجين كبار من اللبن، ونزلت عليهم بمج من الشوربة، وحطيت عليهم شوية مرقة صغيرة، بودرة مرقة، وشوية ملح صغيرين، ونزلت كمان بنص كوباية من المرقة. وهقول لكم ان النص كوباية اللي نزلت بيها في الاخر ديت انا هسيبها كده على جنب، يعني انا نزلت بيها على اللبن، هشرب ال3 كوبايات اللي انا حطيتهم، وهسيب النص كوباية دي هقول لكم هعمل بيها ايه في الاخر. نزلت باللبن، ادي النص كوباية اللي انا نزلت بيها من الشوربة واتقلبت مع اللبن كويس. هنزل بيه تحت الشواية لحد ما ياخد اللون ده. بعد كده هغطي عليه. وهنا عايزه اقول لكم ان الصينيتين كانوا داخلين مع بعض الفرن، يعني احنا مش هناخد وقت ولا هنقف على البوتاجاز كتير. بعد 10 دقايق تقريبا كان الرز بدأ يتشرب، فهعمل فيه فتحات كده صغيرة، وبعدين هشربه نص كوباية. الحركة دي بتعمل ايه؟ بتخلي ان الرز بتاعنا ما يبقاش مكتوم، ما يبقاش ني، ويتشرب كل السوائل اللي اخدها ويطلع مفرفر كده ومظبوط جدا في السوا. وهنا بعد 1.5 ساعة بالظبط انا طلعت الصينيتين مع بعض. كان خلاص يعني الرز تقريبا اخد حوالي ساعة في الفرن او 1.25 ساعة، والفراخ كانت اخدت 1.5 ساعة بتاعتها، والاتنين طلعوا مع بعض. هدهن الفراخ بالدهون اللي نازله منها، انا محطتش اي دهون عليها. والرز هنا كان بسم الله ما شاء الله. دخلت الفراخ تحت الشوايه، وهنا بوريكم هقرب لكم الكاميرا ان الرز ما شاء الله مفرفر جدا ومستوي، والطعم بقى حكايه. بعد كده هطلع الفراخ من الفرن، هتبقى اخدت بقى الوش القمر اللي انتوا شفتوه. شياكة طعمته شياكة ماما. وده كان المقطع التاني من حنين وهي عمالة تتغزل في الشياكة والطعامة بتاعة الفراخ والرز. وبس كده. لو وصلتي لحد هنا من الفيديو اعملي لايك واعملي متابعة او اشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد. والف هنا عليكم وعلى اولادكم. شكرا ليكم، سلام عليكم، مع السلامة.